بعد الفضيحة التحكيمية التي تعرض لها الفريق السعودي أمام نظيره البولندي، الفيفا تفتح تحقيقا في ملابسات المباراة. وليست هذه الحادثة الأولى، بل تعرض الفريق الجزائري والفريق المصري أيضا من ظلم تحكيمي في التصفيات المؤدية إلى كأس العالم. هل هناك ثغرات جديدة في التحكيم الخاص بالفيفا؟ ولا سيما أن الحكم لا يعود للنظر في تقنية الفار. واشتكى متابعون لمباراة المنتخب السعودي ونظيره البولندي لحساب المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم من ظلم تحكيمي طال رفاق سالم الدوسري. وما إن انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يحتضنه استاد المدينة التعليمية حتى امتلأ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بتغريدات تنتقد أداء الحكم. ونشر المغردون لقطات من الأخطاء التي ارتكبها الحكم البرازيلي خلال الشوط الأول من المباراة. المنتخب السعودي تم حرمانه من بطاقة حمراء لصالح الظهير الأيمن البولندي ماتي كاش، ومن إعادة ضربة الجزاء لأن قدم الحارس لم تكن على الخط أثناء تنفيذها من طرف سالم الدوسري. ولهذا ستفتح تحقيقات في هذا الأمر في انتظار قرار الفيفا، وربما سيتم إعادة المباراة التي تجمع بين الفريق السعودي ونظيره البولندي.